السلام عليكم، كل سنة وانتم طيبين. بقى أيام قليلة ويعم علينا الخير واليمن والبركات. رمضان على الأبواب، خلاص بقى أيام قليلة. ويعم الخير على حضراتكم وعلى الأمة الإسلامية. يلا نخش نشوف هنعصفر الليمون مع بعض بأسهل طريقة، وازاي تكليف أقرب وقت ممكن، وازاي تقعديه لمدة سنة كاملة من غير ما ينهري منك أو يجراله أي حاجة. وهقولك ازاي تختاري الليمونة المظبوطة معاكي اللي تقعد معاكي أطول فترة ممكنة. بصي يا ست الكل، أنا هنا مستخدمة 2 كيلو من الليمون. وانت بتختاري الليمون تجيب الليمون يكون فريش، مش بقاله اسبوع او اتنين عند البياع. هيكون الليمونة بتاعتك دبلت. انا بختار الليمونة الفريش اللي القشرة بتاعتها تكون خشنة، الليمونة كمان يكون الحجم بتاعها كبير. ليمون العصير بيختلف عن ليمون التخليل. ليمون العصير اللي احنا بنجيبه بنختار القشرة بتاعته بيكون ناعمة علشان يبقى فيه مية كتير. انا هنا في الليمون بتاع اللي احنا هنعصفره هنا مع بعض عايزة يكون فيه لحم، مش عايزة يكون فيه مية. فبختار الليمونة الكبيرة. باجي هنا من عند قطفة الليمونة وبفتحها زي ما انتوا شفتوا كده 4/4. بعد كده برفعهم على النار. انا هنا يعني هفتح على الليمون بعد 5 ايام، فهحط الليمون بتاعي لمدة ربع ساعة. انت مثلا هتفتحي على الليمون بعد مثلا 6 شهور، فانتي 6 شهور 7 شهور 3 شهور بتحطي الليمون بتاعك لمدة 3 دقايق على النار، ان مجرد ان الجلدة تلين بتاعة الليمون. بعد كده هنجهز الحشوة مع بعض. الحشوة بتاعتنا ايه يا ست الكل؟ الحشوة هنا انا 2 كيلو من الليمون، عليهم نص كيلو من الجزر، 6 معالق من العصفر، معلقتين من حبة البركة، معلقتين من الملح، ربع كوباية من الليمون، ربع كوباية من الزيت، معلقتين من الهريسة. هي دي الخلطة بتاعتنا يا ست الكل. ايوه، هي دي الحشوة بتاعتنا اللي هنحشي بيها الليمون بتاعنا. بقلبهم كويس جدا مع بعض. انا هنا ما حطيتش الليمون، هحط الليمون بعد شويه، بس اقلب الاول الزيت والخلطه ببعضها كده. ونشوف الليمون بتاعنا على النار اخباره ايه. لو انت هتستخدمي الليمون بعد 5 6 شهور زي ما انت شفتي كده في اول شوط، ان انت مجرد ان الليمونه بس الجلد بتاعها يلين. انا هنا عايزه افتح على الليمون في اقرب فتره ممكنه، فخليته سوا كامل. يعني انا هفتحه هنا بعد 5 ايام، فسويت الليمون بتاعي سوا كامل وبسيبه يبرد تماما. وبعد كده بيكون انا جهزت الحشوه بتاعتي. طبعا انا حطيت الليمون اهوت في قلب الخلطه بتاعتي. فابتدي ان انا احشي. طبعا لو هتحشي لو عندك اطفال صغيره مش هينفع ان انت تحشي الليمون بتاعك طبعا، عشان الهريسه حراقه فيعني مش هتشطه. فالبسي الجلافز بتاعك وابتدي ان انت تحشي بقى. وهنا طبعا زي ما اتفقنا، لو حابه ان انت تبشري الجزر ابشريه بالناحيه الناعمه، بيكون افضل وبيكون شكله احسن. بتبتدي ان انت تخلصي هنا الكميه كلها بتاعه الليمون بتاعتك. وهنا سر المعامل بقى في مكون واحد بيتجاب من عند العطار. يمكن احنا بنستسهل ونفضل ان نستخدم الحاجة اللي موجودة في البيت، بس هو ده السر بتاع المعامل ومبيخليش الليمون بتاعك ينهري. اي نوع مخلل عامة ما ينهريش. هما بيستخدموا الملح الخشن، ملح البحر. احنا طبعا بنستخدم الملح الناعم، ملح الطعام المتواجد في البيوت. هنا الملح الخشن اللي هما بيستخدموا كمية قليلة منه بتديهم يعني نفس الحدوقية. وكمان بتحافظ لهم على المخلل بتاعهم يقعد اطول فترة ممكنة من غير ما ينهري. وكمان هما مش بيحطوا خل ولا اي حاجة. التتبيلة بتاعة الليمون او المخللات بتاعتهم دي بيحطها يعني هما يعتبر بيخللوا في ملح بس، واللي هو الملح الخشن. حطوش اي حاجات من الحاجات اللي احنا بنحطها، خل وسكر والكلام ده، علشان يقعد معاهم اطول فترة ممكنة ما يريمش. بيجيبوا المخلل ويبتدوا يقطعوا. انا طبعا خلصت الكمية بتاعتي اهي. وطبعا وانت بترصي الليمون، يعني وانت بعد ما بتخلصي بتبتدي ان انت ترصي الليمون في البرطمانات بتاعتك بالشكل ده. البرطمان اللي معايا دوت بياخد كيلو من الليمون. يعني انا عامله 2 كيلو فهستخدم 2. وانت بتحطي الليمون ترصيه بالشكل دوت، وما بتسيبيش فراغ بين الليمون وبعضه، وبترصيه فوق بعضه. تقدري بين كل طبقه طبقه تحطي فلفل، بس انا طبعا مش هحط فلفل. انا هرص الليمون بس، واحط مجرد ان هو احط قرن فلفل في الاخر كده، يدي طعم الشطشطه بتاعت يدي طعم الفلفل في الليمون بتاعي. طبعا في ناس بترص طبقات من الفلفل. انت لو حابه تحطي حطي. يمكن دي
اكتر وصفة انا جربتها وطلعت مظبوطة معايا، وبستخدمها من سنين بجد يعني، طالعة مظبوطة. بصي، ما بتجيب الليمونة ما بتختلفش عن اللي بره نهائي، بل بتاخد نفس اللمعة، نفس الريحة، نفس الشكل، ما بتختلفش. احنا هنا طبعا لو حطيتي في المحلول 4 معالق من الملح الناعم، قصادهم هنا بتحطي على المحلول بتاعك معلقتين من الملح الخشن، 3 معالق من الملح الخشن حسب نوع الملح. يعني لو هتحطيه خشن قوي بتحطي معلقتين، لو هتحطيه اللي هو مش يعني مجروش فبتحطي 3 معالق. طبعا انا هنا هعمل المحلول بتاعي، انا هستخدم هنا الملح الخشن، وده جايباه من عند العطار متواجد هتلاقيه. طبعا هنا على كل رتل من المية بتحطي 3 معالق من الملح، ومعلقة من هريسة الشطة. انا حطيت هنا معلقتين علشان انا هنا مستخدمة 6 كوبايات من المية، واحط معلقة نص معلقة من الكركم، وهبتدي ان انا اقلب كده. الملح بتاعي اللي انا حطاه ملح خشن، هو ده اللي هيديكي نفس النتيجة المخلل اللي بتجيبيه من بره، مش هتختلفي عنه اي حاجة والله العظيم هيديكي نفس الطعم. احنا بنستسهل وبنحط الملح الناعم، بنحط كمية ملح، لا ده بتحط كمية ملح قليلة وتديكي نتيجة رهيبة، نفس الطعم اللي بتجيبيه من بره، وبيقعد محافظ على الليمون بتاعك لأطول فترة ممكنة ما ينهريش. طبعا انا هنا هفتح الليمون بتاعي بعد 5 ايام. انت طبعا لو هتعمليه مجرد ان انت هتعمليه سوا بسيط، فانت كل اسبوع تبص عليه كده وتزودي المحلول بتاعه. لو لقيتي المحلول بتاع الملح نقص تقدري ان انت تزوديه بالخلطة بتاعتك، تعملي الخلطة بتاعتك بزيادة كده وتزوديه. طبعا انا خلصت البرطمانات بتاعتي وابتديت ان انا حطيت على وش البرطمان زيت من هنا علشان ما يريمش معايا ولا اي حاجة، واحط الزيت عشان الليمونة بتاعتنا تفضل محتفظة باللمعة بتاعتها. وزي ما اتفقنا المحلول بتاعنا، انا استخدمت رتل ونص من المية، حطيت 5 معالق من الملح، حطيت نص معلقة من الكركم، معلقتين من الهريسة، بقلبهم كويس جدا مع بعض، وابتدي ان انا اصب المحلول بتاعي. طبعا لو هتستخدمي مية من الحنفية بتغليها وتسيبيها لغاية ما تبرد تماما، وبعد كده بتبتدي ان انت تعملي المحلول بتاعك، او ممكن تستخدمي مية الليمون. انا استخدمت مية من الفلتر، فحطيت المواد بتاعة المحلول بتاعي على طول. حطيت الملح والكركم. الكركم هنا ليه انا حاطه نص معلقه؟ علشان تصفر معايا الليمونه وتديني الليمون نسبه صفار كده حلوه بزياده. يعني انا كده كده جايبه الليمون اصفر، بس هنا معلقه الكركم بتصفر معايا الليمون بالشكل دوت. يبقى انا كده خلصته، هركنه بقى واسيبه بقى وتاكلوه في الهنا ان شاء الله، او ناكله في الهنا ان شاء الله. بجد كل سنه وانتم طيبين. لو عجبكم الفيديو ما تنسوناش في الشير واللايك والاشتراك في القناه علشان يوصلكم كل جديد، وشير علشان كل الناس تستفيد. بجد شايفين منظر الليمون بتاعنا؟ مش محتاج كلام، هو بيتكلم عن نفسه. لايك للفيديو.